دائما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإكوادوري مساء الجمعة على أرضية ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. عودة إلى محمد مراد خيتا. بداية حقبة جديدة للمنتخب المغربي كتب لها أن تفتتح بمواجهة منتخب الإكوادور، لقاء أول يجمع الطرفين وفرصة مواتية لاكتشاف أسود الأطلس في حلة متجددة. أول خبر عاجل في المباراة كانت تسديدة عبد الصمد الزلزولي، كرته لم تضبط إحداثية المرمى، حاول آلان ميندا أن يلون بياض النتيجة لكن كرته لم تجد طريق الشباك، وطريق الشباك المغربية وجدها زميله جون إيبوها. تسديدته لم يستطع بونو الوصول إليها موقعا الهدف الأول. غير المنتخب الوطني وجهته صوب تعديل النتيجة. البديل شمس الدين الطالبي جرب بيمناه مباغتة هيرنان غالينديز، غير أن كرته تهادت إلى القائم الأيمن. إرهاصات الهدف المغربي بدت واضحة للعيان. أشرف حكيمي أرسل ركنية نحو نائل، العيناوي برأسه دون هدف التعادل وأعاد المباراة إلى نصابها. بداية لم